مرحبا حبايبي. اليوم رح نحكي عن كيف بشوفك هلا او شو نظرته لإلك بالفترة الحالية. اختاري كرت من الكروت اللي رح نسحبها ونشوف واختاري اي مجموعة اللي انت بتناسبك. رح اسحب كروت ونشوف كيف بشوفك هالفترة الحالية او شو نظرته لإلك. رح اسحب كرتين لكل مجموعة، رح اعمل مجموعتين وانت اختاري المجموعة اللي بتناسبك او اللي حسيتي انه يعني الاولى او الثانية حسيتي انه لفتت نظرك. راح اخذ من كروت الرومانس اللي راح يكون الاختلاف. راح اخذ لكل مجموعة كروت من ورقة مختلفة النهائي، يعني اللي بيتميز كل ورقة كل مجموعة. عفوا هون راح اضيف من كروت الجاية وهون راح اضيف من كروت الورق. يعني انت بدك تختاري هيدا الكرت او هيدا الكرت، يعني كل مجموعة كرت مختلف، فانت اختاري اللي بتشوفي طاقتك عليه او اللي لفت انتباهك. خلونا نبلش بأول مجموعة. نحط المجموعة الثانية. هاي البطاقات شو عم تقلي او هو كيف شايفك هي الفترة؟ هو شايفك انك بلشتي مرحلة جديدة بحياتك، كأنك عاملة ريستارت على حياتك يعني. صرتي اخف اجرأ وما عاد عندك هالخوف القديم، شايفك صرتي اقوى وعم تمشي بطريقك بدون ما ترجعي لورا نهائيا. هذا الشيء عم يعمل له قلق لانه حاسس انك قادرة صرتي تكملي، حاسس انك صرتي قادرة تكملي بدونه، عم يعمل له قلق هذا الشيء. اما الكرت الثانية عم يقول لي انه شايف عندك حماس تجديد، حاسس انك صرتي عم تشتغلي على حالك اكثر، على شغلك، على شكلك، على حياتك، على نمط اسلوب الحياة اللي انت عم تمشي فيه. حاسس صرتي هيك حدا تاني بالنسبة لإله. يعني صرتي حدا اصعب انه يوصله من قبل. ما عاد عم يشوف انه هو كل ما تركك ورجع رح يلاقي الباب مفتوح، لا هالمرة حس انه هو اذا تركك هالمرة هو ولما يرجع ما رح بقى يلاقي الباب مفتوح مثل قبل. عم يشوف فيكي قوة بس مو قوة طبيعية، لا عم يشوف انك خلص صرتي هلا حاليا عم قادرة توقفي على رجليكي بدونه، لانه هو كان حاسس انه انت ما بتقدري تمشي بحياتك من دونه، انه هو اساس الطريق اللي انت ماشي فيه هو كان اساسه هيك كان متهيئ له. بس انت هلا تغيرتي وصار عندك قوة واكتسبتي خبرة بالحياة من مرة التجارب اللي مريتي فيها، فهو ما عاد عم يتقبل هي الفكرة انه انت صرتي حدا تاني عم يمشي وصار اقوى من قبل، عم يقدر يمشي بدونه. صار يعني صرتي عم تعرفي تحطي حدود وهو شايف هذا الشيء تماما، انه ما عاد بقى مثل قبل، انت ما عاد عم تقبلي شيء ما عم تستحقيه. عم يشوفك ملتفتة لحالك وعم تهتمي بحالك وعم تعطي الوقت لإلك ولذاتك. هو شايف هالشي، عم يحس انك عم تبعدي عنه شوي شوي لانك صرتي عفوا حطوا عفوا وين ايه، يعني هو شايف انك عم تبعدي عنه شوي شوي. رغم كل شي هو شايف فيكي طاقة حب، يعني رغم كل هالامور عم يشوف فيكي طاقة حب وطاقة دفى.
وعندها قلب كبير وعم تشتغلي على شفائك الداخلي، يعني عم تشتغلي على اللي جواتك بلا، يعني ما عاد بقى عم يهمك اللي برا، عم تشتغلي على جواتك انت. في شي جواته لساته معلق فيكي، كأنك هيك لساتك بتربطي، يعني ما عم يقدر يتخلى عن هالرابط. بحسك مصدر إلهام رغم كل شيء صاير بيناتكم، يعني كنتوا تاركين هلا مع بعض، هو بحس انه انت مصدر الهام ومصدر الدفى. بشوف حاله فيكي. يعني الشعور اللي انت بتعطيه مو شايفه عند حدا، ما قدر يشوفه عند اي حدا تاني، لان كان شخص بيحبه، او حتى مع رفقاته، مع اهله، مع اي حدا تاني، ما عم يقدر يشوف هذا الاحساس ابدا، ولا عم يقدر يعيشه ولا يلمسه. بتمنى تكون هيك هالرسالة تكون فادتك، أو هالشعور اللي جواتها، أو كيف شايفك هلأ يكون موجود، يعني إن شاء الله يكون لامسك. خلينا ننتقل للخيار الثاني. الخيار الثاني اللي طلع معي هذا الورق اللي طلع معي، عم يقول لي إنه هالكرت هو شايفك حدا غامض هلا بهي الفترة، شايف انك عم تخبي شي بقلبك عنه، حاسسك مو مفهومة عفوا قد ما حكيت. هذا الفيديو أول فيديو طويل لإلي، عفوا. خلينا نرجع نكمل. عم يشوفك حدا مو مفهوم، عم يشوفك غامضة، عم يشوف هيك إنسانة عندها مشاعر قوية بس ما عم تورجيها، يعني عم تخبي مشاعرها جواتها، وهذا الشيء عم يخليه يشك ويتساءل يا ترى شو اللي مغيرة، شو اللي هيك يعني شو اللي عم يفكر، عم يفكر انه شو هو اللي عم اعطاكي هي القوة، اعطاكي هذا التغيير. صار عنده شك وتساؤل على هذا التغيير المفاجئ فيكي. يعني هالتغيير اللي شايفه فيكي ما عم يعرف شو سببه، ولا عم يعرف ليش صاير معاكي هيك. هذا الغموض محير قلبه، محير طاقته، يعني ما عم يعرف ليش هيك صايرة انتي. هو شايفك حدا عم يحط حدود مع كل الاشخاص، مو بس معه هو. انت عم تختاري مين اللي يدخل لحياتك ومين يطلع منها، يعني ما عم تقبلي مين ما كان يفوت لحياتك، لا بالعكس، خاصة صرتي عم تفهمي حدودك، وعم تفهمي مين الاشخاص اللي بتناسب طاقتك، ومين اللي بتناسب هي المرحلة تكون بجنبك، يعني بتدعمك. طالع لي كرت السول ميت، هو عم يشوف انه انتي جزء من روحه ما بيتجزأ، عم يشوفك اقرب حدا لقلبه، عم يشوف يعني عم يشوف فيكي حدا، يعني ما عم يعرف شو هو هذا الرابط اللي بينك وبينه، يعني ما عم يقدر يفسره لحاله انه شو هالرابط اللي عم يجمعكم. بحس بالراحة وبالأمان، ما عم يقدر يلاقيهم مع أي حدا تاني. يعني عم يشوف فيكي طاقة وضوح مع نفسك أكثر من قبل، يعني قبل كان يحس معاكي إنه أنت ما عندك هذا الوضوح حتى مع نفسك، هلا لا، متغيرة طاقته، يعني متغيرة الطاقة اتجاهك والتفكير اتجاهك متغيرين. إنه صار عم يشوفك حدا واضح بالنسبة مع تفكيره مع حاله، عم يفهم، شايف إنه أنت صرتي عم تفهمي حالك، عم تحبي حالك أكثر من قبل، عم تعطي حالك حتى اكثر، يعني صار عندك ثقه اكثر بحالك اكثر من قبل، وما عاد هو مصدر الامان والثقه اللي بيعطوك اياه. يعني بالمختصر المفيد، شايفك هيك انسانه تغيرتي كليا من جوا ومن برا، وعم تهتمي بحالك، وصار عندك غموض اكثر من قبل، يعني ما عاد عم يقدر يدفش هذا الباب ويقدر يفوت للاعماق جواتك. فبتمنى انه هيك تكون هي الرسالة فادتك، وعطيتك هيك لمحة بسيطة، او خليتك تشوفي شيء ما كنتي منتبهتي له من قبل.
وتشكر وجودكم معي.